اهم حاجه الدب هذا، ها هذا الدب على الشريح كم من خروف، مش عارف انا كيف ان خروف الشريح دب، مش عارف. شوفوا محلات الورود والهدايا كيف مجهزين لعيد الحب من دببة ورود. والله ما فعلوها محلات الجزيرة في عيد الأضحى. جننوا خلاص. السلام عليكم. والله مش عارف من فين أبدأ وأتكلم عن هذا عيد الحب أو عيد الفالنتين. أنا أنتقد كل من يعترف به. فإذا كان الشخص يريد أن يسوي عيد حب فليسوي عيد حب لتاريخ يوم زواجه، تاريخ يوم خطبته، ويوجد التفاهم مع الذي يحبها زوجته أو خطيبته، ويكون كل أيامه طول السنة عيد حب. طبعا في فرق بين حب وحب، في حب حلال وفي حب حرام. الحب الحلال معروف هو الحب لزوجته أو لخطيبته الذي هي على ذمته. أما الحب والمواعيد التي تتم وأنت لا خاطبها ولا زوجها، كيف تحلل شيء حرمه الكتاب والسنة. أوكي، لا نتقيد بالعادات والتقاليد، ما لنا دخل من العادات والتقاليد، لكن أقل حاجة نلتزم بما حرمه الله. أصبح الحب هذه الأيام بين الشباب بنسبة 98% كلام شهواني. يعني البنت اللي تتراسل مع حبيبها بكلام شهواني أو بكلام مسخ وترسل له صورها، يعني مش منتظرة انه يخطبها، مستحيل والله. لانه بيقول البنت هذه بتراسلني بكلام وسخ وترسل لي صورها، ما اقدر اوثق بها، مع انه كمان كلامه وسخ، وكمان هو الذي يمكن فتح لها هذا المجال علشان تكلمه، هو اللي يعني ودف بها بهذا الشيء، لكن بيشوف نفسه انه شريف، لكن مستحيل انه يفكر يخطبها. هذه المشكلة والله. الو، ايش؟ منتظرة مني هدية ل 14/2 عيد الحب. خلاص حاضر، اعرفي مني احلى هدية. اوكي يلا اوكي سلام. لا تصدقوش، العياذ بالله أن أكون من الذي قال فيه تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.